السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي. مرحبا بكم. نلتقي بكم في مراجعة الوحدة الأولى في الجبر الصف الثاني الإعدادي. الوحدة الأولى بتتكلم عن النسبة والتناسب. هنتكلم عن خواص التناسب. بيقول لك يقال إن الكميات A و B و C و D إنها كميات متناسبة. خد بالك من كلمة متناسبة. يعني إيه متناسبة؟ يعني الأول على الثاني بيساوي الثاني على الثالث. بمعنى A على B بيساوي ال C على ال D. طيب يسمى ال A بالأول المتناسب، ويسمى ال B بالثاني المتناسب، ويسمى ال C بالثالث المتناسب، ويسمى ال D بالرابع المتناسب. يعني أنا عندي ال A أول متناسب، ال B ثاني، ال C ثالث، ال D رابع، وهكذا لو في 5 و F أيا كان. يعني هو الطرفان هما A و D، دول طرفين ودول وسطين. يبقى عندي بالنسبة لي ال A على ال B بتساوي ال C على ال D. ومن ناحية تانية حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، دي خدناها من زمان. يعني ال A في ال D بتساوي ال B في ال C. طيب حاصل ضرب الطرفين بيساوي الوسطين. يجي لي سؤال عليها يقول لي اوجد قيمة X حتى تصبح الكميات متناسبة. خد بالك من كلمة متناسبة دي قوي. يعني الأول على الثاني بيساوي الثالث على ايه؟ على الرابع. سامعك؟ يبقى 2 على الثلاثة بيساوي اكس على التسعة. دي المعادلة يا باشمهندس. يعني معانا الطرفين بيساوي الوسطين. 3 اكس بيساوي كام؟ 2 في 9 بكام؟ ب 18. نقسم على الثلاثة، نقسم على الثلاثة. 3 راحت مع الثلاثة على ال 18 على 3 فيها كام؟ سامعك؟ يبقى اكس بتساوي 6. جبت له قيمة اكس. سؤال تاني بيقول لي اكس و5 و6 و15. زي ما اتفقنا الأول على الثاني بيساوي الثالث على ايه؟ على الرابع. يبقى اكس على الخمسة بيساوي 6 على الكام؟ على ال 15، وطرفين في وسطين. يبقى عندي 15 اكس بتساوي كام؟ 5 في 6 ب 30. تمام. هقسم على ال 15، هقسم على ال 15. اكس راحت مع اكس يبقى سوري 15 راحت مع 15، يبقى عندي كام؟ اكس بتساوي 15. 30 على 15 فيها كام؟ فيها الاثنين. جبت له قيمة اكس هنا. طيب يقال عندي برضو نفس السؤال بيقول لي 4 واكس زائد 1 و8 و12. بيقول لي كميات برضو متناسبة. معناه الأول على الثاني بيساوي الثالث على ايه؟ على الرابع. سوري، الأول على الثاني كله اللي هو اكس زائد 1 بيساوي كام؟ 8 على 12. يبقى 4 على اكس زائد 1 بيساوي 8 على 12. من هنا طرفين في وسطين، طرفين في وسطين. ال8 مضروبة في اكس زائد 1 بتساوي 4 في 12. هقسم هنا بيساوي كام؟ 4 في 12 سامعك 48. هقسم على ال8، هقسم على ال8. هنا عندي 8 راحت مع ال8. استنتج ايه من عندي هنا؟ اكس زائد 1 بيساوي 48 على 8 فيها كام؟ 48 على 8 فيها كام؟ فيها 6. فيها 6. تشتغل يوم. ده يطلع بره بإشارة مخالفة. يبقى اكس بتساوي 6 ناقص 1 بيساوي كام؟ 5. يبقى الاكس عندي بتساوي 5. تمام يا باشمهندس؟ طيب بيقول لي اوجد، هنا غير صيغه السؤال، بيقول لي اوجد الثاني. يعني رقم كام؟ 2 المتناسب. يعني ثاني وكميات متناسبه برضه. يبقى عندي المعادله هتبقى 3 والثاني اللي هو اكس اللي انا هجيبه و9 و12. زي ما اتفقنا قلنا الاول على الثاني بيساوي الثالث على ايه؟ على الرابع. يبقى 3 على اكس بيساوي 9 على 12. نرجع تاني طرفين في وسطين. 9 اكس بتساوي 12 في كام؟ في 3 بتساوي 6 وكام؟ و30. نقسم على التسعة، نقسم على التسعة. ده راح مع ده يبقى كام؟ 36 على 9 فيها كام؟ ال4. يبقى اكس بتساوي كام؟ 4. ده من ضمن الأسئلة. يقول لي برضو اوجد الرابع.
هنا قال لي الرابع، خد بالك من الكلام دوت. المتناسب يعني الحد الرابع ومتناسب، يبقى 4 و5 و8 وإكس زي ما اتفقنا، الأول على الثاني بيساوي 3 على إيه؟ على الرابع، يبقى 4 على الخمسة بيساوي 8 على إكس. هنا في فصل. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 4 إكس بيساوي كام؟ 5 في 8 ب 40. نقسم على الأربعة، نقسم على الأربعة، ده راح مع ده، يبقى إكس بتساوي 10. جبت له قيمة إكس يا باشمهندس هنا. السؤال يجي بفكرة تانية، يقول لك اوجد العدد الذي إذا أضيف، ركز في الكلام. قال لي عدد أنا عارفه؟ ما أعرفوش، هسميه إكس. قال لي أضيف يعني إيه؟ هجمعه. عدد هجمعه للنسبة دي بيساوي النسبة دي. إيه هو بقى العدد اللي هو إكس؟ هقول له فرض العدد اسمه إكس. طيب أنا هجمع إكس دوت لحد النسبة دي، هيبقى عندي 5 زائد إكس على 9 زائد إكس بتساوي كام بقى؟ 2 على 3. ونرجع تاني، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. تعال، 2 في 9 ب 18 زائد 2 في إكس ب 2 إكس بتساوي 3 في 5 بكام؟ ب 15 زائد 3 إكس. هنا الصغير بيروح للكبير، أنا عندي 3 إكس في طرف و2 إكس في طرف، هاخد الصغير ده أوديه هنا الطرف الثاني، ما ارجعش فاضي، اخد معايا الرقم بإشارته أوديه هنا. ده معناه إن 18 إكس أو 18 سوري، مين اللي راح لها؟ ال 15 ناقص 15 بيساوي، أنا إيه اللي متبقى عندي هنا؟ 3 إكس. ومين اللي راح له؟ ناقص 2 إكس بيساوي 18 ناقص 15 ب 3. 3 إكس ناقص 2 إكس بكام؟ معروفة بإكس، شكرا سامعك. يبقى إكس بتساوي عندي كام؟ يبقى العدد اللي هو عاوزه، العدد هو كام؟ 3. دي من ضمن الطريقة الثانية أو الفكرة الثانية عندي. هنا بيقول لي اوجد العدد، برضه نفس القصة، عدد أنا أعرف هنسميه إيه؟ إكس. قال لي أضيف يعني إيه؟ هنجمعه. بس هنا قال لي إلى كل الأعداد، يعني هضيف إكس إلى كل الأعداد، ال7 وال12 وال11 وال18. بمعنى هنقول 7 زائد إكس و12 زائد إكس و11 زائد إكس و18 زائد إكس. طيب هنا زي ما اتفقنا، الأول على الثاني بيساوي التالت على الرابع، معناه إن 7 زائد إكس على 12 زائد إكس، الكلام ده بيساوي 11 زائد إكس على 18 زائد إكس. من هنا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 7 زائد إكس مضروبة في 18 زائد إكس بيساوي كام؟ 11 زائد إكس مضروبة في 12 زائد إكس. هنا هضرب الأول في الأول، والأول في الثاني، والثاني في الأول، والثاني في الثاني، علشان أقدر أجيب له قيمة إكس. يبقى عندي 11 هضربها في ال 12، أنا ممكن أسيبك تكملها دي عشان اختصار الوقت بس معانا. طيب عندي بيقول لي إذا كان 2 إكس زائد 3 على 2 إكس ناقص 3 بيساوي 2 واي زائد 5 على 2 واي ناقص 5، اثبت أن الإكس على الواي بتساوي 2 على 3. دي القصة اللي أنا عايزها كلها. هضرب هنا حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، بمعنى هقول لك ال 2 إكس اللي احنا سيبناه من فوق هنعمل من هنا 2 إكس مضروبة زائد 3 مضروبة في 2 واي ناقص 5، الكلام دوت بيساوي 2 واي زائد 5 مضروبة في 3 2 اكس ناقص كام؟ 3.
زي ما قلت لك الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني. نفس القصه هنا 2 في 2 ب4 اكس واي. طيب موجب في سالب بسالب 2 في 5 ب10 اكس زائد 3 في 2 ب6 واي و3 في 5 بكام؟ ب15 بيساوي. نفس القصه هطبقها في الشق الثاني 2 في 2 ب4 اكس واي سالب في موجب برضو بسالب 2 في 3 ب6 واي زائد 2 في 5 ب10 اكس سالب 3 في 5 بكام؟ ب15. هنا سالب 15 هتروح مع سالب 15 مفيش مشكله. طيب 4 اكس واي هتروح مع 4 اكس واي لان لما انقل باشاره معاكسه هيروحوا مع بعض. اجمع معايا ايه اللي هيبقى عندي هنا؟ سالب 10 اكس زائد 6 واي بتساوي سالب 6 واي زائد 10 اكس. هودي الاكس في طرف والواي في طرف، تمام؟ طيب هنا ابعت ايه لايه؟ ممكن ابعت هنا بالسالب يروح هنا بالموجب وهنا بالسالب يجي هنا بالموجب، يبقى 6 واي زائد 6 واي بيساوي 10 اكس زائد 10 اكس. 6 و6 يعني 12 واي بيساوي 20 اكس. طيب تعالى هنا، انا هو عاوز من فوق بيقول لي انا عايز اكس على واي، اكس على واي ادي اكس على واي بتساوي كام؟ 12 على ال 20. من هنا الاكس على واي بتساوي 12 على الكام؟ على 20. ينفع نقسم؟ نقسم. بيقول لي اثبت ان هي بتساوي 3 على الخمسة، يبقى نقسم على الكام؟ على ال 12 على 3 فيها كام؟ 3 على الأربعة فيها كام؟ الخمسة، يعني بتساوي 3 على الكام؟ على الخمسة. من هنا إذا إكس على واي بتساوي كام؟ 3 على الخمسة، وهو ده المطلوب إثباته. نخش في حاجة تانية. بيقول لك هنا لاحظ معايا كده حاجات مهمة جدا على فكرة هتحتاجها جدا في التمارين. بيقول لي إذا كان 4 إكس بيساوي 5 واي، اللي لسه جايبها من شوية في السؤال اللي فات أهو، لما قلت لك هنا اكس على واي، لما خدتها من هنا اكس على واي ب 12 على 20، نفس الفكره هنا اهيت. بيقول لي اذا كان 4 اكس بيساوي 5 واي، انا عايز اكس على واي ما ارجعش فوق دي، هيبقى كام؟ 5 على الاربعه، يبقى اكس على واي بيساوي كام؟ 5 على 4. طيب نفس السؤال اهو بيقول لي اذا كان 3 اكس بيساوي 7 واي، انا عاوز اكس على واي، اكس على واي ادي اكس واي على اكس واي على اكس، ما ارجعش فاضي 3 على الكام؟ على السبعة. طيب شويه تمارين كده. بيقول لي اذا كان 2 اكس بيساوي 3 واي، انا عاوز اكس على واي، هو عاوز اكس على واي ما ارجعش فاضي 3 على الكام؟ 3 على الاثنين. طيب بيقول لي اذا كان 5 اكس على 9 واي، 5 اكس على 9 واي، عاوز الواي على الاكس، واي على اكس بتساوي كام؟ 5 على 9. طيب إذا كان 3A بيساوي 4B، 3A هو عاوز إيه على البي؟ خد بالك هو هنا عاوز الإيه على البي. A على B بيساوي كام؟ 4 على الكام؟ على التلاتة، أدي 4 على التلاتة. طيب هنا جابها لي معادلة، بيقول لي 3x ناقص 5y، أنا هجيب x وy إزاي؟ بس قبل ما أحلها لازم أحل المعادلة، هودي ال 5y بره بإشارة مخالفة، يبقى 3x بيساوي 5 كام؟ y. هو عاوز إيه بقى؟ x على y، x على y أدي x على واي بتساوي كام؟ سامعك 5 على 3. برافو برافو يا هندسه. هنخش هنا بقى في خواص هامه مهمه جدا، ده اساس المنهج بالنسبه لي. اول خاصيه لما يقول لي A على B بيساوي C على D، انا هساويها بفاكتور اسمه K. كده ثابت بالنسبه لي، حيث K ثابت غير صفري، لازم ما يساوي اعلى من الصفر، ما يساويش صفر. فان لو عايز اجيب قيمه الA والC بضرب المقام في الثابت، السي المقام في الثابت، بمعنى ان الاي هتساوي البي كي والسي هتساوي الدي كي، الاي بي كي والسي دي كي. طيب وهكذا لو اي على بي بيساوي سي على الدي بيساوي اي على الاف بيساوي كي، نفس القصه. يبقى الاي بي كي والسي دي كي والاي اف كي وهكذا. طيب سؤال هنا بيقول لي اذا كان اكس على 3
بيساوي واي على 4 بيساوي زد على 5. اوجد قيمة 2 واي ناقص زد على 3 اكس ناقص 2 واي زائد زد. طيب زي ما اتفقنا ان انا هساوي كل المقادير دي بكي، يعني هقول له ان الاكس بتساوي 3 كي. طيب قبل ما اقول الكلام دوت هفكرك بحاجة، اني هقول له الاكس على 3 اكس على 3 بيساوي واي على 4 بيساوي زد على 5 بتساوي كي اللي هو الثابت بتاعي. ده معناه ان الاكس بتساوي 3 كي، الواي بتساوي 4 كي، الزد بتساوي 5 كي. طيب المقدار بتاعي اللي هو 2 واي ناقص زد على 3 اكس ناقص 2 واي زائد زد بيساوي كام؟ انا هشيل كل ما هو ليه قيمه للاكس والواي والزد وهساويه بالقيمه اللي انا جبتها الجديده. بمعنى هقول لك دلوقتي ان ال2 واي هي الواي بكام؟ مش ب4، 2 في 4 ب 8 كي ناقص الزد بكام عندي؟ ب 5 كي على 3 اكس، الاكس بكام؟ 3 يعني 9 كي زائد ناقص 2 واي هي الواي بكام؟ ب 4، 2 في 4 ب 8 كي زائد الزد بكام؟ ب 5 كي بتساوي، انا عندي هنا 8 كي ناقص 5 كي بكام؟ ب 3 كي. 9 ناقص 1 ناقص 8 ب 1 كي، 1 كي و6 يبقى كام؟ و5 يبقى 6 كي بتساوي كي راحت مع الكي يبقى كام؟ 3 على 6. ينفع نختصر؟ ينفع نختصر. على 3 فيها كام؟ فيها الواحد. على 3 فيها كام؟ فيها الاثنين. يعني كل القيمه دي عندي كلها بتساوي كام في الاخر؟ نص. طيب في مسائل بقى يقول لك مسائل الاثبات. ايه مسائل الاثبات دي بقى؟ عندي اقرا السؤال بقى بتمعن، بيقول لي اذا كان الاي والبي والسي، خد بالك ودي كميات مالهم متناسبه. قبل ما ابدا احل لازم افكر في دول، الاول على الثاني بيساوي الثاني على الثالث، الثالث على ايه؟ على الرابع. هل ده صح؟ لا مش صح. ليه مش صح؟ خد بالك دي قال لك كميات متناسبه. يعني ايه كميات متناسبه؟ مش تناسب متسلسل. يعني الاول على الثاني بيساوي الثاني على الثالث بيساوي كي. الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع بيساوي كي، بمعنى ان الاي على البي بيساوي السي على الدي بيساوي كي. خد بالك دي اول خطوه قبل ما نبص للسؤال. انا بالنسبه لي بحل راس السؤال دلوقتي. طيب بيساوي كام عندي هنا؟ عندي الاي بتساوي المقام في الثابت والسي بتساوي المقام في الثابت، بمعنى ان الاي هيساوي البي كي والسي هتساوي الدي كي. جبت دول جبت نص حل السؤال. بمعنى انا هاخد الطرفين الايمن والايسر وهشيل كل ما هو A و C واحط قيمته. بمعنى هو انا عندي هنا الايمن بيساوي ايه؟ مش 5A ناقص السي على 5B ناقص الدي بتساوي، ركز معايا بقى هنا قوي، الاي بكام؟ مش ببي كي. هشيل الاي واحط قيمتها اللي هي البي كي، يعني 5 بي كي ناقص السي بكام؟ عندي بدي كي، احط الدي كي على 5 بي. هو في بي؟ ما عنديش بي، يبقى 5 بي ناقص الدي بكام؟ مفيش دي، ما عنديش، تنزل زي ما هي، يبقى تنزل الدي بتساوي. هو ايه المشترك فوق عندي؟ قال لا انا عندي هنا في كي وهنا في كي، صح؟ اخدها عامل مشترك، ادي الكي، افتح قوس، هيبقى هنا 5 بي ناقص الدي على 5 بي ناقص الدي. قال لا ما ده هو ده يروحوا مع بعض، يبقى عندي كي بس، يبقى الطرف الايمن نتيجته كي. تعال نشوف الايسر. الايسر بيساوي كام؟ 2 ايه زائد السي على 2 بي ناقص زائد الدي بتساوي، هشيل كل ما هو A و C واحط قيمته. بمعنى الاي بكام؟ ببي كي، يعني 2 بي كي زائد السي بكام؟ بدي كي على 2 بي. البي بكام؟ ما عنديش بي، ينزل زي ما هي. الدي بكام؟ بدي كي، ينزل عندي الدي كي. لا ما فيش دي، سوري، ما عنديش هنا ايه، راحت مع بعض، سبت الحته.
من اول تاني بتساوي. طب اهو نجيبها من اول تاني شغلانه. 2A زائد السي على 2B زائد الدي بيساوي الاثنين. الايه بكام قلنا؟ بي كي، يعني 2 بي كي. السي بكام؟ بدي كي على 2 بي، مفيش بي تنزل زي ما هي، زائد الدي بكام؟ مفيش دي تنزل زي ما هي، بيساوي ايه اللي فوق مشترك؟ الكي والكي. ادي الكي عامل مشترك، هيبقى عندي 2 بي زائد كام؟ الدي، وتحت في 2 بي زائد الدي. الله، ده راح مع ده يبقى كي. الله، ده الايمن بيساوي الايسر. اقول له اذا الطرفان متساويان. تمام يا هندسه؟ اهم ما في الموضوع خواص التناسب. انا عندي كام خاصيه؟ 3 خواص. 3 خواص. اول خاصيه عندي اذا كان الاي على البي بتساوي السي على الدي. خد بالك انا قلت لك ان في حاصل ضرب الطرفين بيساوي الوسطين، بمعنى لو ضربت الاي في الدي هتساوي البي في السي، يعني اي دي بيساوي البي في السي، صح كده؟ بيقول لك فان ايه بقى؟ البي في السي بتساوي الدي في الاي، تساوي المعكوس. يعني ايه تساوي المعكوس؟ هو هنا عندي طلع البي مكان الاي والدي مكان السي، طلع الدي البسط، المقام بقى بسط والمقام بقى ايه؟ بقى بسط. هنا لاحظ معايا بيقول لي اذا كان 3 على اكس بيساوي 5 على واي، انا هبدل البسط مكان المقام والمقام مكان البسط، فان اكس على واي بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ اكس على 3، اكس على 3 بيساوي الواي على 5. اكس على 3 بيساوي واي على كام؟ على 5. تعال خاصيه 2 دي الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه بقى بتقول لي بقى كام؟ خاصيه تبديل الوسطين، ده مكان ده او ده مكان ده. هنا الاي على البي بتساوي السي على الدي، فان الاي على السي بتساوي البي على الدي. ده على ده بيساوي ايه؟ الاي على السي بتساوي البي على الدي. A على C بيساوي B على D، يعني بسط على بسط بيساوي مقام على مقام، بس ابدا بالمقام الهين اللي بدات بيه، اسمها تبديل الوسطين. تعالى هنا بقول لك اذا كان ال A على ال B بيساوي 3 على 5، فان A على ال 3 بيساوي كام؟ B على 5. A على ال 3 بيساوي B على ال 5. اذا كان X على Y بيساوي 2 على ال 3، فان اكس على الاثنين. الله، اكس على الاثنين. فهمنا بقى واي على الكام؟ على الثلاثه. طيب اسئله على الخاصيه ديت سريعا كده. بيقول لي اكس 2 على اكس بيساوي 3 على واي، انا عاوز اكس على الاثنين. اكس على الكام؟ على الاثنين. الله، ده طلع المقام مكان البسط، يبقى بيساوي واي على الكام؟ واي على الثلاثه، يبقى ده واي على الثلاثه. السؤال الثاني بيقول لي 4 على ايه بيساوي 7 على بي، فان عاوز ايه على الاربعه؟ ايه على الاربعه، نفس القصه. بي على كام؟ بي على 7. بيقول لي اذا كان، استخدمناها قبل كده دي، اذا كان 4 اكس بيساوي 3 واي، هو عاوز اكس على واي. اكس على واي، ما رجعش فاضي، 3 على الكام؟ على 4. إذا كان 2 اكس بيساوي 5 واي، عاوز اكس على الواي. فين الاكس على الواي؟ ادي اكس على واي، ما رجعش فاضي، 5 على الكام؟ 5 على الاثنين. إذا كان 5 اكس بيساوي 7 واي، خد بالك هنا عاوز واي على اكس. واي على اكس، ما رجعش فاضي، 5 على الكام؟ يبقى 5 على 7. إذا كان اكس على 3 بيساوي على 5، عايز اكس على واي. خد بالك هنا بقى اكس على واي كام؟ 3 على 5، لسه قايلينها. اذا كان اكس على 2 بيساوي واي على 7، عاوز اكس على واي. اكس على واي نفس الكلام، بيساوي كام؟ 2 على 7، لسه قايلينها. اذا كان اكس على 4 بيساوي واي على 5، عاوز اكس على واي، لسه قايلينها كام؟ 4 على 5. إذا كان إكس على 3 بيساوي واي على 2، أنا عاوز إكس واي على 3، واي على إكس، واي على إكس. خد بالك هتبقى 2 على 3. الحاجات دي هستخدمها في جزء من المسألة. هيجي لك إثبات ويقول لك اثبت لي إن إكس على واي بيساوي كذا على كذا.
طيب هنا هنستخدمها هنا بقى، بص معايا. بيقول اذا كان الايه على بي بيساوي 4 على 3، انا عايز القيمه دي بكام؟ خد بالك، هو انا لو بدلت ده مكان ده وده مكان ده ينفع؟ ينفع، بس انا هبدل حاجه ثانيه. انا هقول لك الايه على الاربعه بتساوي البي على الثلاثه بتساوي كي، خاصيه من ضمن الخواص، صح كده؟ اه صح كده. يبقى الايه بكام؟ الايه بتساوي 4 كي، البي بكام؟ بتساوي 3 كي، نفس اللي كنا ماشيين بيه. هاخد السؤال دوت اللي بيقول لي 3 ايه ناقص 2 بي على 3 ايه زائد 2 بي، واقول له بيساوي، هشيل كل ما هو ايه وبي واحط قيمته. 3 في ايه؟ 3 في 4 ب 12، 12 ايه كي، ناقص 2 في 3 ب 6 كي على 3 في ايه؟ 3 في 4 ب 12 كي، 2 في بي 2 في 3 ب 6 كي، بيساوي، ما تطرح 6 كي على كام؟ 18 كي. كي راحت مع كي، بيساوي 6 على 18. عايز تختصر اختصر، مفيهاش مشكله خالص. كل اللي يهمني نعوض بقيمه الاي والبي. تعالى هنا بيقول لي اذا كان 4 على ايه بيساوي 3 على بي بيساوي 2 على سي. خد بالك من هنا، خد بالك من هنا، انا هبدل المقامات مكان البسط والبسط مكان المقامات، ده يطلع فوق وده ينزل تحت. ليه؟ عشان اسويه بفاكتور اللي هو القيمه بتاعتي. هيبقى ايه على الاربعه بيساوي بي على الثلاثه بيساوي سي على الاثنين بيساوي، ايوه هو ده كي. يبقى عندي هنا الايه بتساوي كام؟ الايه بتساوي 4 كي، البي بتساوي 3 كي، السي بتساوي 2 كي. يا هندسه ده اهم حاجه، لازم اساوي القيم اللي عندي بالفاكتور اللي انا احطه، كي ام اي حاجه بس يكون في قيمه ثابته ما تساويش صفر. طيب ما تيجي نعوض هنا، هشيل كل ما هو A وبي وسي واحط قيمته. انا عايز اثبت ان الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي 1. تعال، انا عندي الاي زائد السي على السي في البي ناقص السي على البي هتساوي، يلا الاي بكام؟ ب 4 كي زائد السي بكام؟ ب 2 كي على السي بكام؟ 2 كي في، تعال البي بكام؟ ب 3 كي ناقص السي بكام؟ ب 2 كي على البي بكام؟ ب 3 كي. اضرب ضرب عادي واجمع جمع عادي. 3 و2 4 و2 ب 6 كي على 2 كي في 3 كي ناقص 2 كي ب 1 كي، صح كده؟ على 3 كي. خد بالك معايا، مش كي ممكن تروح مع كي على 2 فيها الواحد على 2 فيها كام؟ التلاتة. مش كي راحت مع كي بتساوي كام؟ 3 في 1 على التلاتة. قال لا ده بواحد. اقول له اذا الطرفان متساويان. تمام يا هندسه؟ تعالى هنا خاصيه رقم 3. هنا بيقول لك مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب. انا عندي مقدم وتالي، مقدم وتالي، ده بنسميه مقدم وده تالي. نفس القصه، مقدم تالي مقدم تالي بيساوي كي. بمعنى لما اقول لك الاي زائد السي زائد الاي زائد ايا كان هو على بي دي اف هساويهم بالكي. ده معناه ان مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب. تعال نشوف هنا لما بيقول لي A على B بيساوي C على D بيساوي 5 على 3. لما اجمع اتنين دول A على B زائد C على D، اما اجمع دول، ما ده احدى النسب بيساوي كام؟ 5 على 3. ما هي دي احدى النسب يا باشمهندس. طيب لما يقول لي A على B بيساوي C على D بيساوي A على F بيساوي كام؟ 7 على 2. A زائد C زائد E على D زائد B زائد F بيساوي كام؟ 7 على 2. إحدى النسب برضه. لما يقول لي إذا كان A على B C على D بيساوي 4 على 7، فإن 2A زائد 3C على 2B زائد 3D بيساوي كام؟ 4 على 7.
نفس القصه، مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب. 4 بيقول لي اذا كان نفس القصه في الاخر لو جمعت دول كلهم هيديني نسبه، لو جمعت اي حاجه من دول هيديني نسبه. ده معنى مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي احدى النسب. سؤال هنا، خد بالك هنا انا بحب اعمل حاجه زي ما يعمل اعمل زيه. فيها مشكله؟ تعال نفكر يعني ايه الكلمه دي. بيقول لي ايه على الثلاثه، بي على 4، سي على 5 بتساوي الكلام ده 4 ايه زائد 2 بي زائد 5 سي على اكس. انا عايز اعرف قيمه اكس بكام. هو بيقول لي اوجد قيمه اكس. طب تعالى بص مع بعض كده. 4 ايه زائد 2 بي زائد 5 سي على كام؟ خد بالك انا هعوض بقيمه الاكس دي بالقيم دي، هساويها بالنسب. عمل فوق هنا ايه؟ ضرب الايه في 4. هي الايه بكام؟ مش الايه ب3 والبي بكام؟ مش البي ب4 والسي مش ب5. تعال نعوض عن كل ايه وبي وسي بالقيم اللي مديها لي. طيب هنا زي ما يعمل فوق اعمل زيه تحت، زي ما يعمل فوق اعمل زيه تحت. ضرب الايه في 4. قال له 4 في 3 مش الايه ب3، 3 في 4 بكام؟ ب12. البي بكام؟ مش 4، 2 في 4 بكام؟ ب8. السي بكام؟ مش في 5، 5 في 5 ب25. اجمع نفس بيساوي نفس الكلام 4A زائد 2B زائد 5C. اجمع دول معايا هندسه هيطلع معاك كام؟ 45. قال لا، من هنا استنتج ان الاكس بكام؟ يبقى الاكس بتساوي 45. ده اللي هو طالبه، زي ما يعمل اعمل زيه. طيب هنا نفس القصه، هجمع. بيقول لي كل فإن A على C زائد A ناقص B على B على بيساوي B على A زائد B ناقص C بيساوي C على B ناقص C ناقص A. نفس اللي قلناه هنا. هنجمع مجموع المقدمات، اجمع معايا دول واجمع معايا دول. هشوف النسبة بتاعتي كام. تعالى A زائد B زائد C على C زائد A ناقص B زائد الكبيرة A زائد البي ناقص السي زائد B زائد C ناقص الA بتساوي. بص هنا معايا بقى، عندي حاجات بالموجب وحاجات بالسالب بتروح مع بعض. يعني سالب A هتروح مع A، سالب B هتروح مع B، سالب C هتروح مع C. اتبقى عندي A وB وC. يعني ده بيساوي A زائد الB زائد الC على A زائد الB زائد الC. كل الكلام ده بيساوي كام عندي؟ 1. يبقى هنا بيقول لي فإن كل نسبة تساوي كام؟ 1. الموضوع سهل اهو. هنا بيقول لي إذا كان 3x ناقص 2y بيساوي 0. أنا عايز قيمة x على y. ما لسه واخدين زيها، بس دي معادلة يا هندسة. دي بالنسبة لي معادلة. هطلع اللي سالب 2y بره بإشارة مخالفة، يبقى 3x بيساوي 2 ايه؟ y. هو عاوز ايه؟ x على y بيساوي كام؟ 2 على 3. يبقى x على y بتساوي 2 على كام؟ على 3. ده اللي هو عاوزه. نفس القصه هنا، نفس السؤال برضو. نعدي عشان كده كده انتهينا من الدرس الاول، او الدرس الاول الفائده الاولى. الدرس الثاني بيتكلم عن التناسب المتسلسل. خد بالك من الكلمه تناسب متسلسل، يعني عامل معايا سلسله. تناسب متسلسل، سلسله معايا هنا. ده معناه ايه؟ هقول لك ان المقام يطلع بسط، المقام يطلع معاك بسط، المقام يطلع معاك بسط. بمعنى لما يقول لك اذا كانت الكميات في تناسب، اذا كانت الكميات A B C متناسبه، ده معناه ايه؟ ان ال A على ال B هتساوي ال B على ال C. A على B بتساوي ال B على ايه؟ على ال C. خد بالك ان هنا عندك ال B هنا وهنا. المقام طلع بسط، المقام طلع ايه؟ طلع بسط. ويسمى هذا التناسب بتناسب ايه؟ المتسلسل. يسمى الايه بالاول متناسب، ويسمى البي بالوسط لان هو الوسط ما بين الاثنين المتناسب، ويسمى السي بالثالث المتناسب. طب هنا لما اقول لك عايزين نعوض هنا،
الاي سي بتساوي كام؟ مش البي في البي في البي تربيع، صح كده؟ يعني معناه لو قسمت على السي، قسمت على السي، وده راح مع ده وده راح مع ده، يبقى دي بتساوي كام؟ البي تربيع على السي. والعكس، لو عايز السي هتبقى كام؟ بي تربيع على ايه؟ على ايه؟ دي ايه؟ طب لو عايز اجيب الوسط، انا ليا قانونين، يا اما بجيب القانون دوت يا اما القانون الثاني اللي هو بتاع الوسط المتناسب، اللي هو البي بتساوي موجب او سالب جذر الاول في جذر الاخير، الاول اللي هو ايه والاخير اللي هو سي. الوسط المتناسب بيساوي جذر الاول في جذر كام؟ الثالث. يقول لك اوجد الاول المتناسب. هنا عايز الاول، خد بالك الاول هنسميه اكس و12 و9، ده على ده بيساوي ده على ده، لان تناسب متسلسل. طالما اداني 3 اعداد يبقى تناسب متسلسل، يبقى اكس على ال 12 بيساوي 12 على التسعة، وطرفين في وسطين. من هنا يبقى التسعة اكس بيساوي كام؟ 144. اقسم على التسعة واقسم على التسعة وهات قيمة الاكس. تمام؟ هنا قال لي اوجد الثالث، خد بالك من الكلام، الثالث رقم 3 يعني، يبقى 12 و6 واكس. انا عايز الثالث، الاول على الثاني بيساوي الثاني على الكام؟ على الثالث، يبقى 12 على 6 بيساوي 6 على اكس، طرفين في وسطين. نستنتج ان 12 اكس بيساوي 36. اقسم على ال 12 اقسم على ال 12 وهات قيمه الاكس. تمام؟ هنا قال لي اوجد الوسط، يعني عندي الاول والثالث نفس الطريقه بنفس القانون، الاول على الثاني بيساوي 3 على الثالث. هنا قال لي الوسط ليه قانون، ليه قانون، وينفع بنفس الطريقه برضه. مش عندي الوسط بيساوي كام؟ موجب او سالب جذر الاول في الاخير. ده معناه بيساوي كام؟ موجب او سالب جذر 2 في 8 هيساوي موجب او سالب جذر ال 16 هيساوي موجب او سالب كام؟ 4. ده الوسط اللي هو عاوزه. طيب مسائل الاثبات بيقول لي في التناسب المتسلسل برضه، تناسب ايه؟ متسلسل، ما تنساهاش دي. اذا كان A على B بيساوي B على C بيساوي K، خد بالك من الحته دي قوي، اهم ما في الموضوع. فان هبدا من الشمال من اليمين، البي بتساوي السي كي والاي بتساوي البي كي تربيع. طيب هي جت ازاي؟ الجزء ده جه ازاي؟ هو قال لي البي بتساوي السي كي والاي سي كي تربيع. بص معايا، لو جاب الطريقه القديمه ان الاي بتساوي البي كي والبي بتساوي السي كي، الاي بتساوي البي كي وعندي السي بتساوي كام؟ سوري، الاي بتساوي البي كي والبي بتساوي السي كي. قال لا، طب ما انا عندي هنا بي وعندي هنا بي، لو حطيت قيمتها يبقى الاي بتساوي كام؟ سي كي كي هتساوي سي كي تربيع، وهكذا. يبقى عندي كل ما برجع بزود في الاس في الثابت بتاع الثابت واحد، كل ما ارجع لورا ازود للاس واحد. بمعنى هنا ان البي بتساوي السي كي والاي سي كي تربيع. طيب هنا بيقول لي اذا كان الاي والبي، الاي على بي وبي على سي وسي على دي بتساوي كي. قال لا، ده متناسب هنا ايه؟ متسلسل، لان المقام بسط والمقام بسط. يبقى السي بتساوي الدي كي والبي بتساوي الدي كي تربيع، السي بتساوي الدي كي والبي بتساوي سي كي تربيع والاي بيساوي سي كي تكعيب، وهكذا. كل ما ارجع ازود في الاس واحد، كل ما ارجع ازود واحد. هنا بيقول لي اذا كان، السؤال بقى هو اذا كان البي وسطا متناسبا. قال لا، نفس القصه، يعني تناسب متسلسل، يعني ايه وبي وسي الاول على الثاني بيساوي الثاني على الثالث بيساوي كي اللي هو الفاكتور بتاعي، يعني ايه على بي بيساوي بي على سي بيساوي كي. كده عندي البي بتساوي السي كي والاي بتساوي سي كي تربيع. دول جبتهم، جبت نص السؤال يا هندسه. هنا بيقول لي اثبت لي ان الجزء دوت بيساوي الجزء دوت، هحولهم لايمن وايسر. ادي الايمن
وادي الايسر. الايمن A ناقص البي على B ناقص السي. هشيل كل ما هو A وB واحط قيمته، بمعنى هو الايه بكام؟ سي كي تربيع ناقص البي بكام؟ بسي كي على البي بكام؟ بسي كي ناقص كام؟ السي، ما عنديش سي تنزل زي ما هي، بيساوي ايه المشترك فوق عندي؟ قال لا ده سي كي، افتح قوس هيبقى كي ناقص واحد. ايه المشترك تحت؟ السي، هيبقى عندي كي ناقص واحد. قال لا يا هندسه ما ده هيروح مع ده والسي هتروح مع السي، هيبقى في الاخر عندي ايه؟ كي. يبقى الايمن اداني كي. تعال نشوف الايسر بيقول لي ايه؟ زائد البي على البي زائد السي بيساوي الايه بكام؟ بسي كي تربيع زائد البي بكام؟ بسي كي على البي اللي هي بي بكام؟ بسي كي زائد السي بتساوي ايه المشترك فوق عندي؟ قلنا الكي والكي والسي والسي، يبقى سي كي عامل مشترك هيبقى كي زائد واحد. تحت ايه المشترك؟ السي هيبقى كي زائد واحد. قال لا طب ما ده راح مع ده والسي راحت مع السي، هيساوي في الاخر ايه؟ كي. قال لا ده الايمن كي والايسر كي، اذا الطرفان متساويان. دي المسائل بتاعت الوسط المتناسب. هنا في السؤال دوت بيقول لي اذا كان الاي والبي والسي في تناسب متسلسل. نفس الكلام، A على البي هتساوي البي على السي هتساوي السي على الدي هتساوي الفاكتور بتاعي اللي انا هحطه، بمعنى A على B بتساوي البي على السي بتساوي السي على الدي بتساوي الكي يا هندسه. ده معناه ان السي بتساوي الدي كي والبي بتساوي دي كي تربيع، هرجع وازود في القص واحد. الاي بتساوي دي كي تكعيب. دول اللي هيحلوا المساله. تعال نجيب الطرف بالنسبه لي السهل اللي هو البي في الدي اللي هو الايمن على الاي بيساوي، هو البي بكام؟ مش بدي كي تربيع وعندي الدي بكام؟ عندي دي، ما عنديش دي اصلا، عندي بي بس، يبقى في الدي على الاي بكام؟ بدي كي تكعيب. عندي هنا هطير الدي مع الدي يبقى بيساوي كام؟ دي عندي فوق هنا وهنا كي هتروح مع كي تكعيب يبقى دي على كي. ده الناتج بتاعي. هعوض في الايسر نفس القصه، اختصار الوقت هشيل كل ما هو سي ودي واي وسي. انا اللي يهمني نفس القصه، هجيب العوامل بتاعتي السي والبي والاي. تمام؟ تعال عندي هنا بيقول لي اذا كان الاي على البي بتساوي البي على السي بتساوي 3. انا عاوز قيمه الاي بس بكام؟ ايه المشكله؟ انا عندي البي بتساوي كام؟ البي بتساوي 3 سي وعندي الاي بتساوي كام؟ 3 تربيع سي يعني بتساوي 9 سي. هو عاوز الايه؟ يعني 9 سي. بيقول لي اذا كان ال 24 والاي والبي في تناسب متسلسل. تناسب ماله؟ متسلسل. يبقى ده على ده بيساوي ده على ده بيساوي ده. يبقى 24 على الاي بيساوي الاي على الاي على البي بيساوي البي على الكام؟ على الثلاثة بيساوي كي. خد بالك هنا البي بتساوي كام؟ 3 كي. الاي بتساوي كام؟ 3 كي تربيع. ال 24 بتساوي كام؟ 3 كي تكعيب. خد بالك من دول تكعيب. تمام؟ انا عاوز قيمه الاي والبي، هناخد ال 24 دي نشتغل عليها. يبقى 24 بتساوي كام؟ 3 كي تكعيب. هنقسم على الثلاثه، هنقسم على كام؟ على الثلاثه. ده راح مع ده وده على ده فيها كام؟ الثمانيه. يعني الثمانيه بتساوي كي كام؟ أس 3. هناخد الجذر التكعيبي للطرفين عشان اجيب قيمه الكي. يبقى الجذر التكعيبي للثمانيه بيساوي الجذر التكعيبي للكي أس كام؟ 3. ده بيساوي كام؟ 2 وده راح مع ده بيديني كام؟ كي. يبقى الكي عندي بكام؟ ب2. انا عندي الاي البي بتساوي 3 كي يعني هتساوي 3 في كام؟ 2 في 3 يبقى 6. وعندي الاي بتساوي
3 ك تربيع، يبقى 3 في 4 بيساوي 12. جبت له قيمه الايه وقيمه البي. بالنسبه لي لحد هنا انتهت مراجعه الوحده الاولى في الجبر للصف الثاني الاعدادي. نلتقي بكم.